تفتكر الكون في كام مجرة وكام كوكب وكام مخلوق؟ مليارات صح؟ بل مليارات المليارات. تفتكر وسط كل ده الناس مستنية تشوف ايه خطوتك الجاية؟ مشكلتنا اننا بنبقى خايفين ناخد خطوة لقدام، خايفين نجرب حاجة جديدة، خايفين ناخد قرار ريسكي، خايفين نلبس حاجة جديدة علينا عشان خايفين من نظرة الناس لينا او كلامهم علينا. تفتكر وسط كل المخلوقات دي هيركزوا معاك انت مجرد شخص وسط مليارات الاشخاص، انت مجرد مخلوق وسط مليارات المخلوقات، انت بس اللي مركز مع حياتك، انت محور حياتك لكن مش محور الكون. شفت ايلون ماسك؟ طب شفت جيف بيزوس؟ بلاش دول. شفت نجيب ساويرس او هشيمة او حتى احمد الباز صاحب قصر الكبابجي؟ اكيد مستغرب انا ليه بقول الاسامي دي، بس تفتكر الناس دي كام واحد بص لهم بصه حقد وغل وحسد؟ ملايين صح؟ بس هم لسه مكملين في طريقهم ونجاحاتهم، وده ببساطه لانهم مش مهتمين بنظره ده او حسد ده او حقد ده. لكن انت لما تيجي تاكل علبه كشري والمعلقه تتكسر منك تقول اصلي محسود، اصل اخصامي مش سايبيني في حالي، اصل الناس بص لي في حياتي. يا عم صلي على النبي، انا وانت عارفين ان محدش مهتم ومحدش مركز، بس دي مجرد شماعه بتعلق عليها اي عقبه او فشل او تقصير او تسويف منك عشان ما تحطش اللوم على نفسك وتريح ضميرك. مش معنى كده اني بقول لك مفيش حسد، ولكن خليك واثق ان مهما الناس حسدتك او حقدت عليك مفيش حاجه هتصيبك غير قدرك. فبلاش شماعات وحجج فارغه تعلق عليها اخفاقاتك، كمل طريقك وما تركزش مع نظره الناس ليك. كم مره اجلت قرار بسبب خوفك من نظره الناس ليك؟ كتير صح؟ بس تعالى كده، هل فعلا الناس مركزه معاك ولا انت عايش في وهم مزيف جوه دماغك مخليك فاكر نفسك بطل المسرحيه اللي عليه الاضواء؟ الحقيقه ان الناس مش فاضيه تركز معاك، ولكن خوفك بيخلق لك اسباب وحجج عشان تفضل في الكومفورت زون بتاعتك وما تتقدمش وضميرك ما يأنبكش. انت في الحقيقه بطل، ولكن محدش بيتفرج على المسرحيه دي غيرك، فمحدش هيشجعك او هيأخرك غيرك انت ونظرتك لنفسك. حتى لو في حد مركز معاك، طيب وايه المشكله؟ هو ماسك لك العصايه لو غلط؟ سيبك من نظرات الناس سواء حقيقيه او انت متخيلها في اوهامك، عيش قصتك لانك حرفيا لوحدك فيها. انت البطل والكومبارس والسنين، محدش مركز معاك. ركز مع نفسك لحد ما نجاحك يخليك تنور وتاخد الهايلايتس، والناس وقتها فعلا هتركز معاك. عمال تقلب في لينكد ان وشايف شركات كتيره طالبه موظفين، بس انت خايف تبعت السي في، فخايف تترفض وخايف تقدم وما تتقبلش، وخايف الاتش ار يشوف السي في ويقعد يضحك من كتر ما هو فاضي. بس انت ليه خايف من الرفض؟ مين فينا مش بيترفض؟ انك تترفض مره واثنين وثلاثه ده مش دلاله انك مش مقبول، ولكن ده دلاله انك تطور نفسك وتحسن نفسك زياده لحد ما تبقى انت اللي بترفض. طب ده الشغل. طيب والعلاقات؟ ليه خايف تاخد خطوه في علاقه رسميه عشان ما تترفضش؟ سنه الحياه انك تترفض مره واثنين وثلاثه لحد ما تلاقي نصيبك. جرب وخد الريسك، ما تخافش من الرفض. النبي صلى الله عليه وسلم اترفض من قبيلته وراح خبط على باب قبيله تاني، اتقبل وصدقوه. ما تخافش من الرفض، لان كونك اترفضت من شخص او مكان فده دليل انه ما كانش مناسب ليك او بيبعتك لمكانك الصح. لو فضلت خايف مش هتوصل للمكان اللي يناسبك. ما تقلقش، لو اترفضت كتير محدش مركز معاك، انت مش محور الكون. قاعد بتتفرج على الناس وهي بتوصل لاهدافها وانت واقف مكانك. كل شويه تقارن نفسك بشخص مختلف وتحس انك فاشل او متاخر، مش عارف تحدد طريقك او تختار مجال دراسه او شغل. ليه عايز تبقى نسخه مش شبهك؟ ليه بتقارن نفسك بحد تاني؟ لا هو عايش قصتك ولا انت عايش قصته؟ ليه بتفرض نفسك على قالب مش مناسب ليك؟ انت قصتك محدش هيعيشها غيرك. خد التجربه والمغامره واوصل بطريقتك، ما تقارنش نفسك غير بيه وشوف انت كنت فين ووصلت لايه. مقارنتك لنفسك بشخص تاني ما يعرفش انك عايش اصلا هيخليك واقف مكانك، هو بيتقدم وانت بتندم. ما تخليش حد هو معيار نجاحك او وصولك لهدفك. اخلق لنفسك قصه وما تركزش مع حد، محدش مستاهل يبقى محور الكون. حياتنا مليانه مواقف كتير حلوه ووحشه، مش لازم كل موقف تعدي بيه تعمله فيلم هندي، مش كل فشل تنهار، مش كل يوم وحش يعني حد باصص لك فيه. في ناس عندها موهبه جباره بيحولوا اي حاجه بسيطه لكارثه وجوديه، حرفيا قطتهم جمل. واحد صاحبك ما عملش لايك على صورتك بيكرهني اكيد. مشكله في الشغل، مديري مستقصدني، ما راحش يوم الجيم، الفورمه اتحسدت. محتاج تخف دراما؟ الدنيا مش بتدور حوالين مشاعرك وحسيسك. اسال نفسك، هل انا فعلا المشكله ولا بخلق اعداء وهميه من دماغي؟ الدراما مش بتخليك واعي بحياتك، دي بتخليك مجرد متفرج على حياتك وبس، بدل ما تكون انت اللي عايشها. خف دراما وافصل مشاعرك عن قراراتك، سيبك من التهويل وابدا حل مشاكلك بجد. من وجهه نظري اللحظه اللي هتفهم فيها انك مش محور الكون هي اللحظه اللي هتبدا تعيش فيها لنفسك مش للناس. لا نظراتهم هتاخرك ولا حسدهم هيوقفك ولا رفضهم هيقلل منك. عيش حياتك بطريقتك، لان بصراحه محدش مركز معاك اصلا.